كنت أبيع في خضرة وأغلبها برقوق. فتاخر أيام السوق ما به بيع ولا بالشيء. كل ما جاء مغرب كلمني معزب. ساري كيف السوق؟ قلنا السوق طيب الأمور تمام. ما هو داري رجال عاد بضاعة في الصندوق. أسبوع على هذا الحال. فقلت عشان ما ألحقني ملامه كتبت بيتين ورسلتها له. أسلم. وقال اسلم. قلت أنا يا عم ماشي، قلت أنا يا عم ماشي معي رزق في السوق. قلت أنا يا عم ماشي معي رزق في السوق، أرزاقنا في العز تغني عن المال. قلت هم يشوفوني وأنا أبيع برقوق ولا أحد شرى مني سوى 2 بنقال. قلت هم يشوفوني وأنا أبيع برقوق ولا أحد شرى مني سوى 2 بنقال. لا يرحمون اللي على ظهر صندوق والشمس من فوقه ولا فوقه ظلال. قلت له من قبل لا يشري ذوق والمعجبة طعمه فلا يدفع ريال. وإذا شراك إنه من الفقر مخلوق يطلع لي السكر ويشكي لي الحال. وأنا ترى في البيع ما أرد مخلوق، نفسي كريمة والبخل تبع الأندال. أنا أشهد. شبك الطيب والمال اللي هو لك مسجل وملحوق يبقى بوجه يدين مهما الزمن طال. كفو صح لسانك نفداك.